السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفوق فريق اتحاد طنجة على ضيفه المغرب التطواني بهدفين للا شيء في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على أرضية الملعب الكبير بطنجة برسم الدورة 17 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم. وحسم فريق اتحاد طنجة نتيجة المباراة لصالحه في الشوط الأول بهدفين نظيفين. وسجل هدفي اتحاد طنجة كل من زهير الوصلي في الدقيقة 7 ومحسن تولي في الدقيقة 17. وعقب هذه النتيجة ظل اتحاد طنجة في المركز الأخير برصيد 5 نقاط، فيما جعل المغرب التطواني في المركز 12 برصيد 17 نقطة. وفي الدورة المقبلة يحل اتحاد طنجة ضيفا على حسنية أكادير، فيما يستقبل المغرب التطواني الرجاء الرياضي. فحظ موفق لاتحاد طنجة.